الحقيقه كما قلت لك قبلنا الهدف الثاني في نقص عددي، ثم شويه نهايه المباراه تعرف كما قلت لك لعبنا 40 دقيقه منقوصين. حاولنا ننهيو المباراه في 90 دقيقه، لكن وقع الخطا الفردي وقبلنا الهدف. لكن شخصيه اللاعبين كانت موجوده، لاعبين وراو اللي عندهم شخصيه كبيره اليوم. حاولنا نقوم ببعض التغييرات باش نخليوش الكره توصل بسهوله الى المنطقه الدفاعيه. اقحمنا زوج لاعبين وسط الميدان اللي عاونونا في افتكاك الكره. كذلك فما دو تورون في الماتش، اصابه بن حموده اللي كان بن حموده كان ياخذ الكرات الطويله، كان يعاوننا دفاعيا زاد كيف في الكرات الثابته. الحقيقه بعد ما خرج لقينا صعوبات من الجانب هذا، لكن اللاعب اللي دخل بوسوار ادى ما عليه وقام بواجبه. كذلك التورنو الثاني هو خروج بالحسيني بورقه حمراء اللي اثرت علينا، لكن الحمد لله برهنا على قوه شخصيه، برهنا على نضج تكتيكي، وبرهنا انه فريقنا قادر وانه يواصل المشوار بجديه. سنواصل العمل بتواضع وكذلك بجديه كبيره، وان شاء الله نحاولوا نبذلوا كل ما في وسعنا ونفوزوا بلقب ان شاء الله هذا الموسم على الاقل لاسعاد هذا الجمهور الكبير.